الاهلي حرفيا ما خسرش ماتش في الدوري ده كله لعبه، غير الماتش الكئيب اللي احنا ما رحناهوش واتحسب علينا بخساره، والماتش كان اقل ماتش في الدوري نقدر نكسبه. بس خلاص في الاخر بيراميدز بعد ما كان فارق في بدايه الدور الثاني بسبع نقط والاهلي يجي ينقض على الدوري، ده يعرفك مين هو البطل اللي يقدر ينافس لاخر لحظه والاخر ثانيه في الماتشات. وده اللي احنا بنقوله، الاهلي كبرها يا جماعه. طبعا النهارده الاهلي بيدي الجرعه كامله لفاركو، والسداسيه دي مش اول سداسيه، والسداسيه دي فكرتنا بسداسيه بيبو وبشير اللي هي قد تكون في تاريخ مباراه الاهلي والزمالك لن تنسى على مر التاريخ. كذلك الامر القاضيه وبعض الماتشات اللي احنا عمرنا ما هننساها على الغريم الغشيم. وطبعا النهارده سوبر وسام خلص الكلام بجد. ده يقول لك ان وسام لاعب من طراز عالمي، ومش الاربع تجوان دول هم اللي هيخلونا نقول عليه كده، لا، احنا بنقول مهما وسام قعد وكان بعيد عن التهديف، النهارده بيرجع في ماتش يوصل لسوبر هاتريك وبيقرب من بعض الهدافين او منافسين على صداره هداف